يستيقظ الأخ العصبي بعد النومة الطويلة، وبعد ما يصحى يروح المدرسة، وطبعا يهرب منها بعد دقيقة من دخولها عشان ما يفطر على المدرسين والطلاب. ولد صالح، وبعد ما يهرب يجلس يتمشى تحت أشعة الشمس والأخلاق قافلة معه. ولد صالح، فلما يروح البيت يحاول انه ما يلمس اخوانه ويبتعد عنهم قد ما يقدر. ولد صالح، واول ما يأذن يقوم ياكل كل الاكل ويجلد كل اخوانه. انت ولد مش كويس، ليش تناظرني كذا؟ فالفعل يقظ الأخ الطماع بعد النومة الطويلة، وطبعا أكبر هم له في هذا اليوم كيف ممكن يكسب ذهب، لكن عنده مشكلة إنه ما يقدر يبيع أكل في المدرسة في الصباح، فيقفل شغله؟ لا، يجلس يبيع مسابح. فلما يقرب الفطور يجلس يبيع قدام بيتهم سمبوسة، وفي الليل يجلس يبيع بليلة وألعاب للأطفال، وشغال بزنس الليل كله ما شاء الله. فلما يدخل البيت يشوف المنظر التالي، وهنا كلنا عارفين وش بنقول له. هي أنت تحسبني غبي مثل ذول اللي قبلي؟ شوف اتعلم. خذ النص بالنص وانسى الموضوع. يقظ الأخ الأكبر من النومة الخفيفة ويروح للدوام والأخلاق قافلة معه، ويجي للبيت العصر وهو تعبان، فيجي أبوه يقول له روح اشتري كل هالطلبات للبيت الحين ولا تتأخر ولا تنسى الفول. ومسكين يروح يبغى يشتري الفول ويلقى زحمة الأرض قدامه، ويصبر 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 ويصبر، وفي النهاية يشتري، لكن مع الأسف يتأخر. ولما يفتح باب البيت يشوف المنظر التالي، وكلنا عارفين ايش نقول له، الله يرحمه. النوم واشوف الساعة الا هي 8 الصباح. هي انا ما تسحرت، ليش ما صحيتوني؟ صحيناك لانك بعير ما قمت. واطلع للمدرسة والاخلاق قافلة معايا لاني ما تسحرت، وفي كل مكان اشوف اكل اكل اكل، حتى الاطفال اشوفهم ياكلون في المدرسة. خلاص الجوع عندي ألف. وفي البيت اشوف اخوي الصغير مسوي نفسه متذوق للطعام، وانا خلاص ماني قادر اتحمل، ومن قوة الجوع انام. الصغير بعد سبات عميق جدا، واول ما يصحى يقوم ياكل لين ما يطق، وانا يناظرونه مقهورين. وقبل الفطور بشويه يجلس يسوي نفسه متذوق للطعام، يختبر الطعام، واخوانه يناظرونه وهم مقهورين بيطقون. فيجي ابوه ويقول لهم ما شاء الله اليوم اخوكم مسك نفسه كثير. يقظ الأخت الصغرى في الصباح بعد النومة الخفيفة، وتروح المدرسة والأخلاق قافلة معاها. ولما تروح البيت تجي الوالدة الله يحفظها وتقول لها يلا بلا كسل، قومي وساعديني يا كسلانة، يلا لف السمبوسة. ومسكينة تجلس تلف السمبوسة لين ما تتعب، وبعدين تجلس تطبخ وتطبخ وتطبخ، وبعدها خلاص الفطور صار جاهز. ولكن يصير معها المنظر التالي، وكلنا عارفين وش نقول له، الله يرحم يدينا.